بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 20/9/2025 من مدينة السخنة في جمهورية مصر العربية. بنجهز أشجار بونسيانا. طبعا دي قرون البونسيانا. بيفضل القرن كبير الحجم. طبعا الحجم كل ما يكون حجمه كبير كل ما تكون طبعا كل ما يكون القرن كبير، دي من علامات ان الحباية اللي جوه بتكون ذات حيوية ونسبة الإنبات بتاعتها عالية. طبعا دي البذرة ما شاء الله اهي، دي بذرة البونسيانا. طبعا القرن الواحد بيحتوي عن اكتر من 20 بذره او 20 بذره. نسبه الانبات بتكون عاليه جدا، ولكن البذور بتحتاج طبعا سماكه القشر عاليه جدا. سماكه القشر عاليه جدا، فبتحتاج بالمعاملات اللي هي ممكن عمليه صنفره البذره، ودي بتحتاج حد يكون حد بروفيشنال محترف وعارف منطقه خروج الجذر والبرعم الخضري. وفي ان انت تغلي الميه، وبعد ما تغلي الميه تسيب فيها البذره 24 ساعه، وتاني يوم الصبح تزرعها. ده بتقلل من صلابه البذره، وفي ان انت تحطها في احماض مخففه، ولكن هو الاسهل زي ما انا قلت كده موضوع الميه السخنه. هوريكم بعد ما يكون ايه الانبات بتاعها. طبعا البذره اللي زي دي ده في نوع من البذره. هتلاقي البذره اللي هي الخفيفه الصغيره دي الرفيعه قوي دي ما تنفعش. البذره المليانه اللي زي دي اللي تنفع. ماشي. بص يا باشا، البذره اللي بص دي مش نافعه مبدئيا كده. شايف البذره ده اهي مش نافعه. يعني انت لما تيجي تزرع وتيجي في ايدك بذره خفيفه زي كده ما تزرعهاش، ارميها. بص مش هتطلع. الحبايه المعبيه ده اهي. بص شايف ده اهي، المعبيه ده اهي هي الممتازه. كل ما الحبايه تبقى معبيه ممتازه. لا دي تبقى مصفيه. ده انبات اشجار البونسيانا. عمرها النهارده ممكن 11 يوم او 12 يوم. فبسم الله تبارك الله، ونسبه انبات عاليه جدا. كل ما تكون الحبايه كبيره يكون الجنين كبير، يكون نسبه انبات عاليه جدا. والنبات يعني ما شاء الله تبارك الله. هي في سنه بتكون ارتفاعها ممكن يوصل 1.5 ومترين حسب ما انت مهتم بيها وحافظ عليها. طبعا سماكه السقو كده بتاخد فتره اكتر، ممكن تقعد سنتين في عندك حسب ما انت معتني بالنبات. النبات ممكن ما يكبرش لو انت مش معتني بيه، او مديله حجمه، او مش ممهد التربه ليه ومديله عناصر غذائيه. هي دي شجره البونسيانا، الشجره الام. شايف ما الجمال ما شاء الله تبارك الله. شايف الظل طبعا بتبقى مزهره، زهور حمراء جميله. طبعا القرون فوق اهي على الشجره. كنت لاحظ انت القرون دي تاخدها زي ما عملنا فيها العمليات الماء المغليه وكده وتزرعها بتنجح ان شاء الله تبارك الله. شايف الشجره لما يكون عليها زهور، في زهرتين فوقهم بس اظن مش زهرين. تبارك الله. شجره ظل، شجره تنفع في اجواء الدول العربيه، اي دوله حراره، وتنفع في الاماكن الساحليه زي المكان اللي احنا فيه كده. يعني بتفرق معاها لما